اليهود أيها الأحبة إنما انحدروا من نسل الأسباط 12 من أولاد يعقوب بن إبراهيم عليه السلام، فهم من نسل الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. جاءوا من نسل الأسباط 12 ثم هبطوا إلى مصر بدعوة مباركة من نبي الله يوسف عليه السلام. من نبي الله يوسف عليه السلام جاءوا إلى مصر بدعوة مباركة، فلما هبطوا إلى مصر ونزلوا في مصر انعزلوا عن الشعب المصري ولم يختلطوا به بحجة أنهم شعب الله المختار وبحجة أنهم من نسل الأنبياء، أما غيرهم من المصريين فهم من نسل السفهاء. وهذه هي الشنشنة القديمة الحديثة التي يحيا بها اليهود في كل عصر ومصر. هم من نسل الأنبياء أما غيرهم فهم من نسل السفهاء. هم شعب الله المختار أما باقي الخلائق فقد خلقت لتكون كالحمير. هذه اللفظة التي جاءت في كتبهم، إنما خلق الناس جميعا ليكونوا لهم كالحمير التي يركبونها ويؤدون عليها أعمالهم. كل الخلائق في نظرهم عبارة عن حمير في نظر اليهود عليهم لعائن ربنا المعبود. هذه هي نظرة اليهود إلى المسلمين. لم يختلطوا بالشعب المصري ولم يختلطوا بالشارع المصري بحجة أنهم من نسل الأنبياء وأن غيرهم من نسل السفهاء. لتعلم أن اليهود من أول نشأتهم لا يتحركون إلا بعقيدة، فالكبر يجري في دمائهم. اليهود لا يحملون في قلوبهم إلا كل غل وحقد للمسلمين. اليهود لا يحملون في قلوبهم مودة أبدا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هم أعداء المسلمين وهم ألد أعداء المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. اليهود الآن عندما يقتلون إنما يتحركون بعقيدة تأمرهم بأن يقتلوا المسلمين، لأن في عقائدهم أن ذبح المسلم قربة إلى الله سبحانه وتعالى. لذا ترى هذا الجندي الخبيث يخرج من وكره ويخرج من جحره وهو ينشد هذه الأنشودة الخبيثة وهو يقول: سلك المسلمون طريق الشيطان دنسوا الأرض ملؤوها رجسا. اسمع لتعلم ما يكنه اليهود في قلوبهم لك من حقد وضغينة وحسد. يقولون هؤلاء الجنود الخبثاء يقولون: سلك المسلمون طريق الشيطان دنسوا الأرض ملؤوها رجسا، فلنعد للأرض خصوبتها ولنطهرها من تلك الأوساخ ولنبصق على القرآن ولنقطع رأس كل متكبر أو كل كلب يتبع محمد ويؤمن بدين الكلاب. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قد بينا لكم الآيات. هذا ما يكنه لك اليهودي في قلبه، يظن أن قتلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى، في حين أن المسلمين الآن أو كثير من شباب المسلمين لا يجعل من اليهود إلا قدوة يقتدي به في قصة شعره وفي شكل لبسه وفي شكل ملابسه وفي طريقة أكله وجلوسه، بل وحتى في كلامه ونومه. ترى كثيرا من المسلمين الآن صارت قدوتهم الفنانات الشاعرات، وصارت قدوتهم من اللاعبين والفنانين والمطربين إلى غير ذلك من هذه القدوات. وكأن ديننا الإسلامي لم عجز عن أن يفرز لنا القدوات التي يقتدي بها شبابنا، حتى يروح هذا ليأخذ بيده اليسرى ويروح هذا ليقلد هذا في قصة شعره وفي طريقة لبسه ونومه وأكله إلى غير ذلك من هذه التقاليد التي اكتسبناها من هؤلاء لا يكنون لنا في قلوبهم إلا كل حقد وضغينة وحسد، في حين أننا نكن لهم كثيرا من المودة ونكن لهم كثيرا من الاحترام. اليهود شعب متكبر، شعب متعالي. عندما نزلوا مصر انعزلوا عن الناس بحجة أنهم من شعب الله، إنهم شعب الله المختار، وأن غيرهم من نسل السفهاء والأغبياء.
ثم ماذا؟ بسبب ذلك كرههم الشعب المصري كرها شديدا، فلم يستطع أن يتعامل معهم لشدة قسوتهم ولشدة غلظتهم ولشدة تكابرهم وتعاليهم عليهم، لأن الشعب المصري بطبيعته إنما هو شعب متواضع، شعب طيب، شعب حنين إلى من يجاوره. لكن هؤلاء جاءوا بهذا التعالي وبهذا الكبر، ظلوا على هذا الوضع حتى سلط الله عليهم الفرعون الظالم. الجزاء من جنس العمل. سلط الله جل وعلا على هؤلاء في مصر الفرعون الظالم. فجاء فرعون عندما جاء ليحكم مصر فقتل أبناءهم واستحيا نساءهم واستعبد رجالهم، أستغفر الله، بل استعبد ذكورهم، لأن هؤلاء ليس فيهم رجال، وشتان بين الرجولة وبين الذكورة، فكل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل، شتان بين اللفظان. جاء فرعون فاستعبد ذكورهم وسامهم سوء العذاب، وظلوا على هذا الذل والهوان مع الفرعون حتى جاء نبي الله موسى. واسمع، لما جاء نبي الله موسى احتموا به والتجأوا إليه وآمنوا بموسى، لكن اعلم أنهم ما آمنوا بموسى حبا لله، وإنما آمنوا بموسى لأنهم رأوا فيه سبيل النجاة من بطش فرعون. فهم لم يؤمنوا بموسى حبا لله ولا حبا في شرع موسى، وإنما آمنوا بموسى لأنهم رأوا فيه حبل النجاة من بطش فرعون الظالم. ظل موسى وقومه يجادل في فرعون يوما بعد يوم ويناظرهم يوما بعد يوم، حتى أوحى الله جل وعلا إلى موسى أن أسر بقومك ليلا واعبر بهم البحر. أسري بهم في اتجاه البحر. فخرج موسى عليه السلام ومعه بنو إسرائيل خرجوا في هذا الطريق الذي أمر الله جل وعلا موسى أن يسير فيه ليلا، إلا أن المخابرات الفرعونية استطاعت أن تشم رائحة هذا الخبر، ألا وهو خروج موسى وقومه في هذا الطريق. فأمر فرعون بالجنود فجمعت، ثم أمر باتباع موسى وقومه، وسار فرعون وقومه خلف موسى على ذات الطريق وعلى نفس الطريق، وظل موسى يسري بأهله في هذا الطريق حتى أدركهم البحر. وجدوا أن البحر أمامهم، فنظر هؤلاء اليهود نظروا من خلفهم فوجدوا أن فرعون وقومه قد اتبعهم وقد أوشك على أن يصل إليهم ليقتلهم وليبيدهم ولينتهي منهم ومن شرورهم. فنظروا من ورائهم وجدوا أن موسى وقومه خلفهم، ونظروا من أمامهم فوجدوا البحر بأمواجه تتلاطم من أمامهم. فقال هؤلاء القوم على لسان رجل واحد: إنا لمدركون، إما أن نغرق وإما أن نقتل من بطش فرعون. إنا لمدركون، أي حقا إننا لن نستطيع النجاة، إنا لمدركون. فرد عليهم الصادق، فرد عليهم النبي، فرد عليهم الكليم عليه السلام بقولة يمتلئ بها قلبه ثقة ويقينا في الله سبحانه وتعالى، وهو يقول لهم: كلا إن معي ربي سيهدين. الله الذي أمرني أن أمشي في هذا الطريق، والله جل وعلا لن يضيعني. هذه هي الثقة في الله التي نحتاج إليها في هذا الزمان الذي انعدمت فيه الثقة في الله، انعدمت فيه الثقة في الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو الذي يدبر الكون، وهو الذي يسير هذا الكون بأمره وبحكمته سبحانه وتعالى. الشرق الملحد أو الغرب الكافر لا يتحكمون أبدا في العالم ولا في الكون، وإنما هم عبارة عن أناس يعيشون في هذا الكون. فالذي توكل والذي تكفل بحفظ الكون وبإدارة شؤونه هو الله سبحانه وتعالى.
قال كلا إن معي ربي سيهدين. كيف وفرعون أوشك أن يدركنا، كيف والبحر من أمامنا، ماذا سنفعل؟ إن معي ربي سيهدين. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا ابتليت فثق بالله، فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله، إن معي ربي سيهدين. وهنا أوحى الله جل وعلا إلى موسى أن اضرب بعصاك هذا البحر، أن اضرب بعصاك هذا البحر المتلاطم وهذه الأمواج العاتية، اضربها بهذه العصا التي أعطيتك إياها يا موسى. فنفذ موسى كلام ربه بالحرف الواحد. ولعلكم تعجبون أن للماء مع موسى قصة عجيبة، إذ أن الماء هو سبيل النجاة لموسى من أول يوم عاش فيه على هذه الدنيا. عندما أراد فرعون أن يذبح موسى، فأوحى الله إلى أمه أن ضعيه في صندوق واقذفيه في الماء في اليم، فنجى الله جل وعلا موسى عليه السلام عن طريق الماء في أول أيام ولادته، وهو الآن ينجيه من بطش هذا الظالم للمرة الثانية عن طريق الماء. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ضرب موسى عليه السلام الماء بعصاه، فإذا بالماء يتوقف عن جانبين على الجانبين، وإذا بكل جانب من هذه الجوانب عبارة عن جبل شامخ وعن فوض عظيم جامد ثابت راسخ. بأمر من؟ إنه الله سبحانه وتعالى، لأننا نعلم جيدا أن الماء من طبيعته ومن خصائصه الإغراق، لكن الله جل وعلا إذا أمر الماء بشيء فليكن كما أراد الله سبحانه وتعالى. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أمر الله جل وعلا موسى أن يضرب بعصاه البحر، فضرب موسى البحر بعصاه فانشق البحر إلى فرقتين، وإذا بطريق على الماء يستطيع من خلاله موسى وقومه أن يعبروا هذا الطريق وأن يمروا على هذا الطريق. فمشى موسى ومشى قومه وهم يتعجبون، إذ كيف بنا نمشي الآن على الماء؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. نجى الله موسى، ومر موسى على هذا الطريق بين جنبتي الماء، مر على هذا الطريق ومر قومه من خلفه ومن ورائه، وإذ بفرعون وجنوده يلتحقون هذا الطريق، ومضوا على هذا الطريق وظلوا يمشون ويمضون حتى أراد الله جل وعلا نجاة موسى. وعندما وصل موسى إلى شاطئ النجاة أمر الله جل وعلا الماء أن يرجع إلى طبيعته، فعاد الماء إلى طبيعته، فأغرق الله جل وعلا فرعون وقومه، ونجى الله سبحانه وتعالى موسى وقومه بهذه المعجزة الربانية الإلهية التي تحتاج منهم إلى مزيد شكر وإلى مزيد عبادة وإلى مزيد رضا عن الله سبحانه وتعالى. لكنك تعجب من طبيعة هؤلاء الخبثاء، بمجرد أن نجوا من هذه الماء، ومجرد أن أهلك الله جل وعلا الفرعون وقومه، ومجرد أن وصلوا إلى شاطئ النجاة في الشاطئ الآخر، إذ بهم يرون قوما يعبدون أصناما، فيقولون لموسى يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، احنا عايزين أصنام زي ما هم بيعبدوا أصنام. يا الله، إلى هذه الدرجة يصل بهم المكر والخبث والبطر وعدم الشكر والوفاء والجحود، إلى هذه الدرجة لا زالت أقدامهم مبللة بالماء الذي نجوا عليه ومشوا عليه وهم يتعجبون، إذ بهم بعد أن نجوا مباشرة إذ بهم يريدون إلها غير الإله الذي نجاهم من بطش فرعون الظالم. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. ثم مضى بهم موسى عليه السلام حتى وصلوا إلى طور سيناء، فأصابهم الجوع الشديد، فطلبوا من موسى عليه السلام الطعام،
فأنزل الله جل وعلا عليهم أشهى طعام وأفضل شراب، وأنزلنا عليهم المن والسلوى. المن هو شراب يشبه العسل، أو هو شراب حلو كالعسل، والسمان عبارة عن طائر معروف يشبه الحمام. سمان طائر معروف لدى الجميع. أنزل الله جل وعلا عليهم هذه النعم وهذا الطعام الشهي والشراب النقي، فأكلوا حتى ملأوا بطونهم، ثم إنهم بعد ذلك طلبوا من موسى السقيا، نريد الشراب. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، وهذه معجزة أخرى حتى يقتنع هؤلاء وحتى يؤمن هؤلاء بربهم وحتى يشكروا نعمة الله عليهم. فضرب موسى بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا لكل سبط من أسباط بني يعقوب عينا يشربون منها خاصة. قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إلا أنهم بدلوا نعمة الله كفرا وجحدوا هذه النعم وتبطروا عليها، بل وقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير نظرا لخبث قويتهم ولسوء عقيدتهم ونيتهم. استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، وأنزل الله جل وعلا أو أرسلهم الله جل وعلا إلى ما يريدون وإلى ما يطلبون. ثم ماذا؟ ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ذهب موسى عليه السلام وهو النبي، ذهب لميقات ربه ليتلقى التوراة من ربه سبحانه وتعالى. إذ بمجرد ذهاب موسى عليه السلام يأتي السامري ليصنع لهم عجلا من ذهب، من هذا الذهب الذي سرقوه من نساء مصر عندما كانوا في مصر قبل أن يسري بهم موسى عليه السلام. عندما أخذوا الحلي من نساء مصر بحجة أنهم سيذهبون إلى مكان ما ويرجعون إليهم، فصنعوا من هذا الذهب عجلا ذهبيا وعبدوا العجل الذهبي من دون الرب العلي سبحانه وتعالى، لترى مدى المكر والخيانة والغدر الذي يقع فيه هؤلاء، حتى لا تتعجب أبدا من هذه الأفعال التي يفعلونها. فهؤلاء لا يؤمنون إلا بالقوة ولا يؤمنون إلا بالسلاح ولا يحتاجون إلا من يردعهم ويردهم قوة وعنوة. عبدوا العجل الذهبي من دون الرب العلي. ولما عاد موسى عليه السلام إليهم وجدهم يعبدون هذا العجل الذهبي، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ظل يعاتب في أخيه وأخيه لا ذنب له ولا حيلة له، إذ بهم أكثر منه قوة وجمعا وعددا، وأرادوا أن يعبدوا هذا العجل الذهبي من دون الله جل وعلا. فماذا يفعل بهم هارون؟ ثم أراد موسى عليه السلام بعد هذه الخيانة التي وقعوا فيها، أمرهم موسى عليه السلام أن يعتذروا إلى ربهم سبحانه وتعالى. اسمع، فاختار موسى عليه السلام 70 رجلا من خيارهم وشرفائهم، إن كان فيهم خيار أو شرفاء. اختار 70 رجلا من خيارهم وشرفائهم، ثم ذهبوا إلى جبل الطور من أجل أن يعتذروا إلى الله سبحانه وتعالى. ليعتذروا إلى الله سبحانه وتعالى عما ارتكبوه. فلما ذهبوا إلى هنالك قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ما هذا؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فأرسل الله جل وعلا عليهم صاعقة من السماء فأماتتهم جميعا عن بكرة أبيهم
أماتت 70 الذين هم من المفترض أنهم من الخيار أو من الشرفاء. وأنا أقول لك إذا كان هذا حال الشرفاء والخيار فكيف بحال السفهاء والفجار؟ إذا كان هذا هو حال الأخيار فكيف بحال الفجار منهم؟ الأخيار قالوا لن نؤمن لك ولن نعتذر لربك حتى نراه جهرة، فكيف بحال هؤلاء السفهاء وحال هؤلاء الفجار من اليهود أو من بني إسرائيل؟ لتعلم جيدا أنهم ناقض العهود، وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. توب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفروه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.